اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات محمد عادل، والنهارده هنتكلم على الدوريين، الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. الماتشات اللي اتلعبت يوم السبت كان في ماتشين في الدوري الانجليزي وكان في ماتش واحد في الدوري الاسباني. هنتكلم على الثلاث ماتشات، وخلينا نبدا بماتش للاسف نبدا بماتش مانشستر يونايتد وفولهام. الماتش ده كأنك رجعت شهر او شهر ونص لورا، لما كان مانشستر يونايتد متخبط، وزي ما كانت اللعيبه كلها تحس ان هي نازله الملعب مش عايزه تلعب. كل لعيب حاسس ان هو مش خايف على حاجه، اللي فارق معاه انه بياخد فلوس وخلاص. اداء سيء، خساره من فولهام، بس ماشي، ده الدوري الانجليزي كل الفرق بتخسر، اوكي، بس الاداء نفسه صعب، الاداء نفسه وحش قوي. مفيش روح، مفيش اداء، مفيش محاوله. اللي بيتفرج على الماتش هيشوف ان هو ايه القرف ده. وفي الاخر اللي ينرفز اكتر او اللي يضايقني اكتر، او لقيت ان هو انت ليه بتستفزني، لما إيريك تين هاج يطلع يتكلم ويقول انا متاكد ان احنا ماشيين صح، انا متاكد ان احنا ماشيين بخطه ثابته، احنا ماشيين تبع الخطه بتاعتي. لا، انتوا مش ماشيين تبع اي خطه، انت مفيش حاجه. ده مش اداء فريق بيلعب بيفكر، ده مش اداء مدرب بيفكر. انت كنت عملت نتائج كويسه قوي الفتره اللي فاتت، لدرجه ان انت وصلت للمركز الرابع، مع طبعا وقوع استون فيلا وتوتنهام والكلام ده كله. ف يعني ما عنديش كلام يتقال عليه، حقيقي ما عنديش كلام. هنشوف الاسابيع الجايه، هنشوف فريده فعلا قام ولا هو ملوش قومه، خلاص الموضوع انتهى. هل تير هاج هل هو فعلا مسيطر على اوضه اللبس، ولا اوضه اللبس هي اللي مسيطره عليه؟ هل الاداره الجديده بتاعت رالف راجنيك ده هل عامله حاجه جديده؟ عشان انا مش حاسس. كان طلع يتكلم ويقول احنا عايزين نغير عتب بقى، يعني عايزين نجيب ملعب جديد ونغير العتب ومش عارف ايه وبتاع. شويه يقول لك هنرش الملعب وهنحط الخمسات بتاعت الخمسات الزرقاء دي عشان على الملعب، عشان احنا محسودين وربنا يبعد عننا العفاريت، والكلام اللي احنا عارفينه موجود فين ايام زمان. ف ما عنديش كلام كتير يتقال عليه والله. الجا عند كل مشجع مانشستراوي يعني في المشكله اللي عندهم دي. خلينا بقى نروح للماتش الجميل الممتع، يعني اللي كيفني. حبست بعدين كوبايه شاي، رغم ان انا ما بشربش شاي، بس حبست كوبايه شاي. ماتش ارسنال ونيوكاسل. الماتش ده بالنسبه لي اوحش حاجه فيه ان نيوكاسل جاب الجول، وانا مش مشجع ارسنال اصلا، انا ما بشجعش ارسنال. انا كنت بتفرج عليهم زمان لما كان تيري هنري وروبرت بيريز وباتريك فيرا، الناس دي كانوا بيلعبوا، كنت بتفرج عليهم بس، يعني ما كنتش بشجعهم، بس كنت بحب في اللي هو الله ده في لعيبه جامده ومش عارف ايه وبتاع، لما كنت عيل صغير يعني. بس الفريق من ناحيه الاداء ممتع، من ناحيه النتيجه مبهر، من ناحيه ان الفريق كله بقى منظومه كامله، تروس متقفله في بعضها، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد عارف واجباته ايه، كل واحد عارف اللي جنبه متمركز فين عشان بيحط له الكوره. دي ما بتجيش بالسهل، دي ان ارتيتا يعرف يوصلها للعيبه ويخليهم يوصلوا لمرحله ان هم عارفين اماكنهم في الملعب من غير ما يفكروا. ده في حد ذاته انجاز. ده بيبين لك قد ايه الشغل بتاع ارتيتا، يعني عامل شغل جامد. هو وقع في الماتش اللي فات مع بورتو، بس في الاول وفي الاخر هو مبهر في الدوري الانجليزي. بس اتمنى برضو ان هو ما يركزش في الدوري الانجليزي زياده ويسيب الشامبيونز ليج. ما تركز في الاثنين، انت معاك بورتو، انت ممكن تعديها سهل. فانت برضو حط شويه ايه، يعني فكر شويه في الماتش، ما تسيبهاش خالص كده وتنزل باي تشكيله وان شاء الله ان شاء الله هكسب صباح الفل يعني. بس كنتيجه شيء خرافي، كاداء شيء خرافي. ساكا عامل يعني 3 4 5 ماتشات ورا بعض، اجوان واسيستات وتحركات، واحد على واحد مفيش حد بيقف قدامه. ومارتينيلي نفس الكلام، وتروسارد بجد ده تحسه المهاجم اللي كان ناقص لهم، بس طبعا هم عايزين مهاجم طبعا احسن منه بكتير. بس تروسارد كان هو الترس الناقص مكان جبريل خيسوس، لان جبريل خيسوس كان بيضيع كتير قوي 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 من الكوره اللي كانت بتجيله.
ولكن من الحاجات بقى اللي طلعت الاداء الفظيع ده او الاداء الخرافي اللي بيحصل ده هي تحرر اوديجارد. اوديجارد اتحرر ليه؟ عشان في وراه احسن صفقه السنه دي على الاطلاق في الدوري الانجليزي، ديكلان رايس. ديكلان رايس يعني بينار في الضلمه. ديكلان رايس بيعمل كل حاجه. ديكلان رايس خط نص ما فيش حد بيقف قدامه. هو شكله كده كيوت وامور ولذيذ كده وبتاع، وشكله طيب كده، بس هو ما يعرفش، ما عندوش امر حميمي. هو ما يغرقش شكله خالص. هو نص ملعب ديستروير. وجورجينيو جنبيه، هو جورجينيو ما يعرفش يلعب غير لما يكون واحد لعيب زي ده جنبه. فبما ان هو ده اللعيب ده جنبه، جورجينيو بيعرف يطلع، بيعرف يستخلص، بيعرف ينقل الكرة من ورا لقدام، بيعرف ساعتها يطلع احسن ما عنده هو كمان. واوديجارد بقى ساعتها بياخد الحريه الكامله، روح شمال، روح يمين، شوط من بعيد، جرب، خش في العمق. خلاص هو اوديجارد عارف يعيش حياته، لان هو مش مضطر انه يرجع يغطي عشان في ورا كاسحه الغام اللي هي ديكلان رايس. وطبعا الدفاع الصلابه اللي هو فيه دي مش جديده، كده كده احنا عارفين من الموسم اللي فات ومن الموسم ده من اوله حتى ان الدفاع بجد دفاع صلب جدا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان يعني مشكله الباك ليفت دي اتحلت بعد ما كان في واحد مالت اسمه زينشينكو. يعني مالت ويا ريته حتى بره الملعب كويس، لا ده هو يعني هو اللي بره الملعب بيوريك هو فعلا مالت قد ايه. وعلى الناحيه الثانيه في نيوكاسل اللي كانت الموسم اللي فات كانت عامله اداء محترم جدا اول الموسم ده، لحد ما انا اتكلمت حتى في فيديو قبل كده او فيديو سابق عن هذا الموضوع قبل كده، اتكلمت على ان بعد الهزيمه او بعد الخروج من الشامبيونز ليج نيوكاسل سلم نمر. خلاص اللي هو انا منتصف دوري يا جماعه، انا واحد ما بطمحش لاي حاجه، انا واحد الاستثمار السعودي اللي اتدفع فيها ده كله انا مش هعمل حاجه. انا اشوف بقى ان شاء الله الموسم الجاي اظبط نفسي كده وان شاء الله واجي لكم فريش، بس الموسم ده خلاص انساني. ما بقاش في فريق صعب عليه انه يكسب نيوكاسل. نيوكاسل اللي كان دفاعه رخم جدا وكان هجومه كان بيعرف يتصرف في الاماكن الواحد على واحد او الاماكن المخنوقه، ما بقاش عارف يعمل حاجه. يعني بجد نيوكاسل النهارده ما كانش من حقه او ما كانش الحق ان هو يدخل جول، لان هو فعلا هو ما وصلش على الجول، هو ما كانش عامل اي خطوره، هو لا كان عارف يلحق نفسه ورا ولا يجيب جول قدام، ولا حتى عارف يعمل حاجه قدام. فهي المشكله كلها كانت في اللي هو ايه، طب انت جيت تعمل ايه؟ انت رحت انت نزلت الملعب كنت ناوي على ايه؟ نيتك كانت ايه؟ وارسنال هو انا مش تقليلا من ارسنال، ارسنال برضه عامل ماتش فظيع، هو ارسنال واخد فورمه جباره، بس نيوكاسل وحش قوي الفتره دي. فاتمنى ان هم يفوقوا يعني من العقبه اللي هم فيها دي، عشان لو ما فاقوش منها قريب يعني اللي جاي هيبقى وحش. طيب كده احنا اتكلمنا على مانشستر يونايتد وفولهام، واتكلمنا على ارسنال ونيوكاسل. تعالوا بقى نطير لاسبانيا. اسبانيا ايه اللي حصل فيها؟ اتلعب فيها ماتش واحد هو ما بين برشلونه وغيتافي. فريق غيتافي هو فريق سهل، هو فريق مش اسم كبير، يعني هو منتصف دوري عادي او منتصف جدول عادي، ولكن الفريق ده مع برشلونه او ريال مدريد بيبقى فريق رخم. المدرب بتاعهم بيفتكر اللي هو ايه، صح انا بحب الراجل ديجو سيميوني ده مثل الاعلى، خلي بالك. يعني بص الولد اللي هناك ديجو سيميوني ده مثل الاعلى، انا هلعب ب 11 ورا وهنزل ادافع معاهم، وهنجيب هنجيب المشجعين كمان يقفوا في الدفاع عشان ما حدش يجيب فينا جول. انا كله اللي حد فيها يجيب فيها جول، انا مودي وسم ان حد فيها يجيب فيها جول. ولكن برشلونه بالاداء الممتع، بالنتيجه المبهره، اللعيبه تحس ان هي سمعت كلام الناس كلها، اللي هو يا جماعه انتوا مش حاسين ان دي اخر فرصه ليكوا تبينوا لتشافي ان انتوا فعلا رجاله؟ ولا هو مفيش فايده خلاص، مستحيل، مفيش امل؟ فتحس ان الفريق فاق، تحس ان كل واحد فيهم بقى مقدر قيمه التيشيرت ومقدر قيمه الشعار اللي هو لابسه، وكله داخل، كله بيحاول، كله جاهز، كله داخل اللي هو ايه، انا عايز اكسب، انا عايز احط جون، انا عايز اساعد، انا عايز كله مركز.
ودي من المرات القليله اللي بقى لها فتره طويله قوي ان برشلونه ما يخش في جون. دي من المرات القليله جدا، رغم طبعا ان تير شتيجن عشان هو لسه راجع جديد ويعني ما بقالوش كتير وبتاع، هو كان هيبوظ لهم كل حاجه، لان تير شتيجن عمل كوارث برده، والماتش اللي قبليه تير شتيجن برده عمل كوارث كتير في الدوري. فهو يعني الحمد لله هم ما دخلش فيه جون، لولا يعني اللي هو ايه، رغما عن انف تير شتيجن. فالحمد لله ان هم في الاخر فعلا طلعوا بشباك نظيفه يعني. اداء مبهر من اللعيبه كلها. ليفاندوفسكي عمل فورمه خارقه من بعد ما تشافي قال انا ماشي، يا ريت كان تشافي قال كده من فتره او من اول الدوري، عشان بجد ليفاندوفسكي لقى نفسه تاني. ليفاندوفسكي رجع زي الموسم اللي فات او زي مواسمه مع بايرن، اللي هو بيعمل المنطقي منك انت تسعى انت في البوكس، ورغم انه كان بينزل يسقط، ودي كانت حاجه كان بيطلبها منه دايما تشافي، هو ما كانش بيحب يعملها، او حاجه هو المفروض ما يعملهاش اصلا ومتعود انه ما بيعملهاش، بس كان بيعملها وبيحط جوان، بيشوط من بعيد، بيجرب وبيجيب جوان. فليفاندوفسكي عمل فورمه هايله بصراحه. فرافينيا على راي الدك ممدوح نصر الله من امبارح اللي كنا بنجيبه في الفانتزي، ما تبقاش عارف بقى اللي هو ايه، انت جبت جون وعملت اسيست وعملت وكنت مثلا تدخلت في الجون كمان واخد رجل المباراه، بس انت وحش برضه. اللي هو انت، طب انت حلو يا ابني ولا انت وحش ولا انت ظروف امك ايه؟ انت بتلعب حلو انت ولا انت عايز تلعب ايه؟ انت فهمنا طيب. يعني بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات وبتاع، فالمفروض هو لعيب كويس، بس اتفرج على الكوره، كم الكوره اللي بيضيعها وكم الفرص السهله التافهه اللي بيضيعها، هتبقى عايز يعني اللي هو يخرب بيتك انت بتعمل كده ليه؟ ولكن في الاول وفي الاخر ماشي، برشلونه كسب اوكي. برشلونه بقى المركز الثاني طبعا مع وجود مباراه لسه جيرونا ما لعبهاش ولسه هيلعبها. حلو. اتمنى ان جيرونا ما يكسبش بصراحه بمنتهى الامانه يعني. اتمنى ان برشلونه هو يبقى المركز الثاني. اتمنى ان برشلونه يحاول يرخم على ريال مدريد كمان، ويحاول في الماتش الكلاسيكو الجاي انه يكسب، عشان يبقى الفرق ما بينه وما بين ريال مدريد يقرب اكتر، يبقى فرق نقطتين او ثلاثه، فبالتالي يخنق على ريال مدريد، عشان ريال مدريد دلوقتي عنده كميه اصابات والمشاكل بدات تبان، اللي هو انا ما عنديش لعيبه خلاص، انا بجد ما عنديش حد، زي ليفربول كده. ليفربول عنده 8 لعيبه مصابه باين حاجه كده، فاللي هو عنده سكواد بره. ف انا مش عايز برشلونه يكسب الدوري ولا عايز ريال مدريد، لان انا اوكي انا بميل لبرشلونه اكتر، بس اللي هو انا مش عايز حد يكسب على حساب حد، لا انا عايز الدوري يسخن. الدوري الاسباني تحسه ميت السنه دي، تحس ان هو تافه كده، ما فيش حاجه ممتعه. يعني جيرونا الحاجه الوحيده اللي فيها حاجه جميله في الموضوع، لكن غير كده تحس الدنيا كلها مش حلوه يعني. فاتمنى ان الدوري الاسباني يسخن عن كده. لسه فاضل اسابيع كتير، لسه بدري على كل الدوريات. هنشوف. على صعيد اخر كده، بايرن ميونخ كسب 2-1 لايبزيج، الحمد لله انه كسب يعني. وطبعا ما شاء الله، بس ما شاء الله يعني انا مش عايز احسدهم، عشان اتمنى انهم يكسبوا الدوري بجد. باير ليفركوزن كسب برضه 2-1. اتمنى انه فريده ما يخسرش ابدا، هو لسه طبعا بعيد كمان عن بايرن ميونخ باربع 5 نقط، فاتمنى انه برضه ما يخسرش، عشان انا بجد عايز اشوف تشابي الونسو وهو رافع الكاس او الدوري اللي غاب عن كل المانيا 15 سنه مثلا. فيعني هو ايه، تجديد عتب كده يعني. وفي الاول وفي الاخر ده اللي كان عندي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اراء اتمنى تشاركوا فيها في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه سلام.